من وين؟ من الكويت. على راسنا الشرف بك. شلون شفت اليوم الاجواء بشط العرب بالبصره؟ والله اجواء صراحه فظيعه وشيء تشكرون على تنظيم هذه البطوله، ونتمنى كل سنه كل تنظيم حق بطوله كاس الخليجي تكون البصره. الامانه تنظيم روعه وفرحه. اول شيء بارك لكم على الفوز، تستاهلون صراحه، منتخب يستاهل الفوز وتاهل النهائي وخذ الكاس. والفرحه الامانه احنا ما جينا لمن عقلتهم حبنا لكم وتستاهلون. الف مبروك. وين؟ أنا إسبانية. ايش تقولين بهاي المناسبه فوز منتخبنا الوطني؟ ألف مبروك منتخب العراقي. شلون تشوفين الاجواء اليوم بالبصره بشط العرب؟ أنا راحت أشوف كرة القدم وشفت مدينة بصرة وأحلى مدينة بالعالم. راح تجين مره ثانيه البصره؟ أكيد أكيد لازم أكيد راح أجي. من قال لك ان المنتخب العماني اليوم ما خسر؟ نعم. فاز. ما دام ان المنتخب العراقي فاز، المنتخب العماني هو اللي فاز بعد. والحمد لله كانت بطولة منظمة، والشباب اقل شيء ان اجتمع كلهم الخليجيين في مكان واحد. نعمة وبركة. هذا استقبال اهالي البصره لكم شلون؟ اهل كرم طبعا، يعني استقبال رائع. وبصراحة ما كنا متوقع كذا ان البصرة جميلة، ما حصلناها والحمد لله رب العالمين. شلون شفت اليوم الاجواء بالبصره بشط العرب؟ اليوم ما لقينا شط العاب، اليوم من الصباح واحنا طالعين للملعب. منتخبنا صراحة قدم يعني بما به الكفاية. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية هارد لك للمنتخب العماني الشقيق، وإن شاء الله الفوز حليفة بمباراة أخرى، وإن شاء الله الفرح يدوم على أهلنا وشعبنا العراقي. الحمد لله والشكر بفوز العراق، فرحانين احنا والشعب العراقي، يعني صار له هواي ما ماخذ انجاز، وهذا الانجاز شويه هم فرحنا. واحنا ثاني شيء شقيقنا عماني. شلون شفتوا استقبال اهل البصره لكم؟ بعد هو شوف عينك، يعني ذول الخليجي اللي جونا على خلينا يدفع، يعني احنا بينا نقص السبقه قبل ما نخليه يدفع، يعني هو صدق يعني نلعب ضده، بس هو يبغى اخونا واحنا خدام، يعني شك واحد يجي للبصره.